كل يوم هتلاقي نفسك بتعدي في مراحل كتير قوي، يا اما توصل منها لحاجه يا اما تعديها وتطنش. انت بتدعي ربنا كل يوم، يا رب انا عايز يكون معايا كذا، انا عايز اتجوز، انا عايز يكون معايا وظيفه كويسه. بس هل انت بتشوف كل ربنا بيحققه لك؟ صح. اكيد ربنا تاني يوم هتلاقي من الدعوه اللي هو خلاص كل حاجه هتتحقق، تاني يوم هتتجوز او تاني يوم هتلاقي الوظيفه. بس هو بيقرب لك لكل حاجه انت محتاجها فعلا الشيء ده، يقربك لكل الافعال، بيخليك تعرف اكتر عن كل حاجه، عن المواضيع اللي انت نفسك فيها حرفيا. فانت اكيد مش هتصحى تاني يوم تلاقي الوظيفه او تلاقي فلوس الجواز او تلاقي اصلا الزوج اللي انت عايزها، بس هيقربك للمراحل اللي انت محتاجها فعلا. هيخليك تحسن اكتر من نفسك ك كحاجه توصل منها شغل كويس. كل ما هتلاقي تجارب كتير بتعدي عليك انت، يا اما تاخدها بعبره اللي ربنا فعلا بيقربك للشيء اللي انت عايزه، يا اما تطنش وتعديها وخلاص. بس صدقني ربنا فعلا، ممكن ربنا فعلا هو استجاب ليك، بس الاستجابه اللي انت فاكرها دي مش دي اللي هتتحقق، لان دي حياه، والحاجه ما بتتحققش مره واحده بس. لازم انت تفهم الاول، واللي تفهم احسن من الحاجه تجيلك مره واحده. انت ساعتها مش تفهم ازاي تتحكم فيها ولا ازاي تتعامل معاها. فهي انت الاول لازم تعدي على تراكمات مشاكل، حاجات كتير لازم تفهمها اكتر عشان تستوعب اكتر انت داخل على ايه، او تستوعب اكتر الحاجه اللي انت فعلا بتدعي عليها دي. انت لما توصل لها هتتحكم فيها ازاي هتفضل مسيطر عليها، ازاي هتعرف تخلي نفسك عارف ازاي تتعامل فيها، عارف ازاي اول ما تجيلك الفرصه بالظبط تعرف تلحقها وتعرف تمسكها. الموضوع مش مجرد ان انت بتدعي ان انت يجيلك تجيب عربيه او تجيب شقه او تجيب حاجات وانت قاعد في بيتك ومستني الفرصه او مستني الانجاز. وربنا فعلا لو انت فعلا كويس ومحتاج الشيء ده وساعي ليه فعلا ربنا هيحولك، بس مش بالطريقه اللي انت فاكرها. لازم حرفيا تتحرك، ولما بتتحرك الحاجه نفسها بتقرب ليك، بس بطريقه غير اعتياديه. يعني هتلاقي مشاكل كتير في الشغل مثلا عندك، هتلاقي على طول بتقع، هتلاقي في مشاكل كتير بتحصل معاك، هتلاقي حوارات. كل ده عشان ربنا بيعلمك ازاي تحل كل ده. مش شرط يكون المكان اللي انت فيه ده هو المكان اللي انت هتتعلم فيه، هو المكان اللي لازم تترقى فيه، هو المكان اللي انت لازم توصل فيه البوزيشن اللي انت عايزه. بس الفكره ان انت ايه، هتعرف اكتر عن كل المشاكل اللي انت بتتعرض لها، هتتعرض عليها وانت لسه صغير، وانت لسه في البوزيشن القليل. هتلاقي كل المشاكل كلها بتجي لك قدامك، فتحلها فتفهمها اكتر. فلما توصل لبوزيشن عالي انت خلاص بقيت كده فاهم كل المشاكل دي كلها، فانت عمرك ما تحصل المشاكل دي معاك تاني، عمرك ما تعدي عليك التجارب دي تاني. حتى لما تعدي عليك هتعرف ازاي تتعامل معاها بلحظه في ساعتها، بس وانت بوزيشن عالي. نفس الفكره مع الجواز، انت ممكن مش جاهز للجواز دلوقتي، ربنا بيجهزك، بيخليك تبقى اكتر حكمه، اكتر انجاز، اكتر يعني بيخليك حتى يقربك ان انت تكون معاك فلوس اكتر. فحتى لما تتجوز ممكن تتجوز على سن ال 30 هتبقى متجوز وانت مرتاح، حتى مجبر انت تخلي مراتك تشتغل او تخليها تصرف معاك على البيت. هتبقى انت كنفسك عندك اكتفاء في بيتك، اكتفاء في مشاعرك، اكتفاء في كل حاجه، فهتعيش حياه احسن. ممكن تتجوز وانت كبير شويه بس هتحس ان انت مرتاح اكتر من انت لو اتجوزت مثلا عندك 25 سنه مش جاهز ماديا، هتلاقي نفسك عندك عيال او عندك مسؤوليه كبيره انت نفسك مش قادر عليها، ما كنتش جاهز اصلا انت تخش فيها دلوقتي. فانت اختار صح، واي تجربه بتعدي عليك افهمها صح، ما تطنشهاش وخلاص.